السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم يا حبايبي، اهلا بيكم في قناة بيت سارة. النهاردة الجمعة، كان كل شغلتي ان انا اروق بس. انا الجمعة مش بحب اللي هو سيء او كده، لا بحب اللي هو الترويقة من فوق الوش، البيت يبان نضيف وفي نفس الوقت ما ضيعش يوم الجمعة وبركة يوم الجمعة، يعني انه كمان يوم الجمعة ده اجازة زوجي، فمش هينفع ان انا اقعده يعني متوتر وكده. المهم نزلت بقى جبت حبة طلبات كده، لان النهاردة كان جوزي يعمل لنا نجرسكو وبالنسبة لنا يعني دي حفلة اصلا يعني. هو شاطر جدا ما شاء الله عليه في النجرسكو، يعني ما شاء الله. هو يعني دقتها في كذا مكان بدون ذكر اسماء، اماكن كبيرة والله ومعروفين بالباستا وكده، بس والله ما دقتها زي ما دقتها من ايده. المهم جبت مشروم عشان النجرسكو، جبت موتزاريلا، جبت زيتون، جبت كيري، جبت اللبن، بس جبت لبن طبيعي، ما جبتش لبن اللي هو العلب بخليه للمشروبات، لكن اللبن اللي هو التاني بخليه للاكل. تمام، لانه هو لسه هيتغلي وكده وهيتبستر. وجبت طبعا احنا اخر الشهر مش هجيب علبة زبدة كبيرة جبت يا دوب علبة زبدة صغيرة تكفيني كده فترة يعني. هي هتقعد معايا شوية لان انا ما بستخدمش دهون كتير في الاكل اصلا. وجبت بشاير، ده بصراحة كان اول مرة اجربه، يعني انا متعودة على على جهينة او المراعي، لكن بشاير ده كان اول مرة اجربه وبصراحة طلع حلو، يعني سعره رخيص وهادي وحلو وطعمه حلو. معرفش بصراحة الفايدة بتاعته زيه زي جهينة والمراعي ولا لا. هو اغلى حاجة المراعي، بعد كده جهينة. و بشاير ده كان عليه عرض اصلا، كان ب39 جنيه العلبة، بدل مش فاكرة حاجة و40. المهم جبت بن سليمان، ده كان اول مرة برضو اجربه، احنا متعودين نجيب بن مطحون في المطحنة. بس لقيت سعره حلو ولقيت عليه عروض كتير قوي قوي في فتح الله، فقلت طب نجرب يعني احنا مش هنخسر حاجة فجبت اصغر حاجة فيه، دي كانت ب29 جنيه. وانا كده كده بقول القهوه ماليش فيها قوي، انا بجيبها لزوجي عشان ساعات بيحب يشرب كوبايه قهوه في البيت، وفي الغالب بيشربها في الشغل يعني، بس تبقى موجوده برضو حد جالك بيحب القهوه، انا مثلا نفسي هفتني كده يعني. وجبت كريم كراميل بقى، عايزين حاجه حلوه كده ترطب علينا في الجو ده، احنا بنحب الكريم كراميل، ساعات بعمله بالطريقه التقليديه ساعات بفتكس فيه. ولمتنا دي كان عليها عرض، كانت ب11 جنيه، جبت منها لسان عصفور، جبت منها اسباجيتي علشان النجرسكو، والبنات عندي بيحبوا الشوكولاته، جبت لهم شوكولاته كورونا حلوه، كاكاو كورونا جميل. وبنعمل منه ايس شوكليت او هوت شوكليت على حسب الجو يعني. وهقول لكم ازاي الايس شوكليت بطلعه زيه زي اللي بنجيبه من بره، اللي هو الميلك تشيك والحاجات دي، هبقى اعمل لكم فيديو كده صغير عنه يعني ان شاء الله باذن الله. المهم دي كانت الطلبات اللي انا جبتها النهارده، بقى انا مريحه من الاكل، فقلت بقى ايه اما اجرب القهوه اللي انا اشتريتها دي. صراحه القهوه على السبرتايه قصه، مش عارفه انتوا متفقين معايا ولا لا، بس بتحسي فيها كده بغض النظر ان طعمها مختلف والله بجد، وبتستوي ابطأ بكتير. وخصوصا لو الاستانلس اللي بتعمليه فيه استانلس حقيقي. بس الجو نفسه تحسي ان انتي في ايام زمان كده، بتستمتعي بجد بكوبايه القهوه، يعني تحسي ان انتي ايه بقى، يلا انا بعمل قهوه، انا عايزه اقعد اسمع فيروز وكان عايزه طبعا انا مش شطوره في القهوه قوي، لان قلت لكم ان انا ماليش فيها قوي. ف بس والله طلع جميل الحمد لله، البن طلع حلو. وعملت لهم بقى الكريم كراميل، انه خلاص انا جوزي هو اللي بيعمل الاكل فخلاص تمام ادلعهم انا بقى، عملت لهم الكريم كراميل عادي زي ما مكتوب على العلبه من ورا. عايزه اقول لكم بقى اليوم دوت كانت ماما خارجه هي واختي، وقالوا لي تعالي معانا، والمواصلات عندنا في اسكندريه مريبه، فجوزي ربنا يبارك له قال لي روحي سيبي البنات قاعدين معايا وروحي انتي وهتبسطي وكده. رحت والله، كنت في نيتي ان انا اصور لكم اليوم وكده، بس يعني المواصلات والجو خلوني مش قادره اعمل ده. قبل ما انزل بس كنت عملت لهم الكريم كراميل زي ما انتوا شفتوا كده،
وشلت لهم في التلاجة بحيث ان هم ياكلوا. والله مرضوش ياكلوا لي لما انا جيت، يعني جايه متاخر جدا يعني. ولا البنات ولا باباهم رضيوا ياكلوا لي لما انا جيت يعني. المهم الكريم كراميل عادي بعمله، ساعات بنقلبه وساعات لا. لو هقلبه بحط الاول الكراميل وبعد كده الكريم كراميل نفسه. لكن لو مش هقلبه فبفضيه كده زي ما انتوا شايفين في كوبايات شكلها كويس يعني، وبسيبه لحد لما يبرد تماما. اعرف منين ان الوقت دوت هو برد؟ هتلاقوا اتكونت كده قشره فوقيه يعني، وحطيت لهم الكراميل ده وانا خلاص كنت نازله. بحطه بقى ده فوق الوش. لكن لو هقلبه بيبقى العكس، بيبقى الكراميل هو اللي تحت و ال 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 الكريم هو اللي فوق، وبعد كده بنقلبه. قلبه بيبقى سهل جدا اصلا، هو اساسا بيفصل من الكوبايه او اللي انت حاطه فيها بسهوله. 5 minutes حلو وسعره هادي، كان ب19.5 تقريبا. وحلو طعمه جميل والله، عجبنا جدا يعني. احنا متعودين على دريم وكده، بس لما جربته ده كان طلع حلو. واللي عايزه اقوله لكم انه انتوا بجد لو عرفتوا تاخدوا اي وقت لنفسكم اعملوا كده، وما تحسوش بالذنب. يعني انا عارفه ان احنا بنحس بالذنب ان احنا سايبين اولادنا، بس بجد خدي الموضوع على انك بتشحني طاقه. انت يعني بتشحني طاقه عشان لما ترجعي لهم بعد كده يبقى جواكي طاقه حلوه. انا عملت حاجه لنفسي فهعمل لهم هما كمان. بجد هتفرق جدا في نفسيتك. انا هنا بقى كنت بوريكم النجريسكو. احنا اتغدينا قبل الكريم كراميل وقبل ما انزل قبل اي حاجه خالص، بس انا كنت عايزه اوريكم بقى النجريسكو. بجد بتطلع والله تحفه وغنيه جدا، لان هي فيها فراخ وفيها مشروم وفيها لبن، يعني بتطلع حلوه قوي. عايزه اقول لكم من الصينيه ما شاء الله هي ما بتقعدش لتاني يوم، يعني دي من الحاجات اللي لازم تخلص في يومها. والبنات بيبقى عندهم حفله، ايه ده بابا هيعمل لنا نجريسكو؟ مش معقول بابا، يعني ماما لا. انا جربتها كذا مره صراحه ما طلعتش معايا زي ما بتطلع معايا. هوريكم شكلها من جوه، بتبقى جوسي جدا. بيعملها بطريقه بيحط لها جبنه مش موتزاريلا بس، لا جبنه كيري، بجد بيعملها بطريقه. هخليه مره يبقى يعملها يعني، واحاول اقنعه انه احنا نصورها يعني عشان تشوفوا بيعملها ازاي. المهم تاني يوم بقى كنت مصوره لكم رز المعمر والله وطريقته، بس قدر الله ما شاء فعل. طلعت الكاميرا ما بتسجلش. دي دبابيس الفراخ اللي انا كنت شايلاها وعملت كمان رز معمر. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. باي.